وتحسين بناتكم وحمايتهم من كل ما يزعزع عقيدتهم أو يفسد أخلاقهم. الأبناء يا معشر الآباء صدقة جارية تنتفعون بها في حياتكم وبعد مماتكم، فلا تشغلنكم لقمة العيش عما خلقتم لأجله. فكم من الأبناء هم اليوم ضحية تفريط من الآباء، وكم من البنات الضائعات ما ضيعهن إلا غياب القدوة الصالحة من الأمهات. أيها المؤمنون، لا يدخل بيوتكم إلا مؤمن، ولا يأكل طعامكم إلا تقي، ولا توطئوا فرشكم إلا من تأدب بآداب الإسلام ويعلم أن للبيوت حرمة وأسرارا. فإنك إن سمحت للسفهاء والسفيهات أن يتقحموا قلعتك وأن يسولوا ويجولوا في بيتك وملكتهم مفاتيح دارك، ليوشكن أن تخرج منه أنت، ليوشكن أن يخرجوك من بيتك وأن يلغصوا عليك عيشك. فمن لا يخاف الله حصن نفسك منه واحمي أهلك وعيالك ورحمك حتى لا يصيبهم شيء من أذاه وضلاله وفتنه. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن، وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.